خلونا نتخيل نقعد الصبح نلقى خبر أسواق العالم توقفت عن شراء النفط العراقي. شلون ممكن نتصرف؟ شلون حتندار الدولة؟ شلون ندفع رواتب؟ أعتقد ماكو أحد ممكن يتخيل الإجابة، لأن كل شيء عندنا مربوط ببرميل النفط. عراق 2025 يعيش على عقلية 1975. دخلنا قرن جديد بس بعدنا نبيع نفط ونشتري اقتصاد. احنا نفتقر لصناعة حقيقية وما عندنا زراعة ممكن نعتمد عليها ولا سوق محلي قوي نستند عليه. هل عندنا خطة لما بعد النفط؟ للأسف ما دا أشوف اكو شيء واضح. اعتمادنا الوحيد على النفط سبب اختفاء لكل شيء ثاني. الآن إذا وقفت هذه العجلة راح نكتشف فجأة إحنا بلد يشتري كل شيء ويصنع لا شيء. إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي مو خيار، هي ضرورة وجودية. لازم نوقف الترقيع ونبدي ببناء حقيقي من دعم المنتج المحلي إلى إصلاح النظام المصرفي إلى ربط التعليم بسوق العمل، والأهم إلى تحرير الدولة من مرض الوظيفة العامة. النفط ما يكون نعمة إلا إذا كان وسيلة مو غاية، وإذا ما عندنا خطة لما بعده فأنت ما عندك مستقبل، واللي دا أشوفه إحنا من دون مستقبل للأسف. تحياتي.